أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه الخلفاء وعنا معهم إلى يوم الموقف والوفاء. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا طيبا ميمونا مرحوما مباركا، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقيا ولا محروما. حقيقة هذا المجلس مجلس طيب مبارك، يحضره ثلة من الكرماء ومن الشعراء ومن الأئمة ومن أعيان هذه البلدة الطيبة، ومن ضيوفنا الكرام أعيان بلدة تامسة بلدية سيدي عامر ولاية المسيلة. هؤلاء الضيوف الذين شرفونا في هذا اليوم الفضيل، شرفونا بهذا اليوم المبارك بأن حضروا هذا المجلس، وكانوا ضيوفا كراما علينا، نزلوا طيبين ويرجعون إن شاء الله سالمين غانمين موفقين. في هذه الجلسة يحضر معنا الشاعر سي الحاج بن يحيى السعداوي، وهو شاعر فحل معروف، يعني الله سبحانه وتعالى ألهمه بلسان الحكمة في هذا الشعر وهذا الميدان، يتحفنا بقصيدة مباركة في هذه الجلسة الطيبة، ونحيل له الكلمة مباشرة، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور. بارك الله فيك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة طارق عطانا أكثر مما نستحقوا. عطانا أكثر مما نستحقوا. عندنا واحد السيد احنا بكريين مات، وكي مات كاين واحد من خالتي يشتي الشعر، قالوا راني قلت كلمة على فلان. السيد قال راني قلت كلمة على فلان ذاك اللي مات، قال كل يوم نجري عقبه ونقول له قول لي القصيدة. قال ما نقدرش نقولها، وراها تبكي وراها تهوثني وراني عايشي تعبان. ثلاث ايام قال وانا نجري عقبه، ونهار الثالث ولا الرابع قال قلت له اليوم تقولها لي هذاك اللي قال لي مات حقه، خلي كرس السفرة ديك ولينا الهامل قال قلت له قول لي كلمة. قال لي هذه أنا راني كي نقول لكم ما تقولوش قول لنا كلمة، أنا قاعد يقدر ما تقعدوا عادي. يبدأ. الحقيقة احنا عندنا مجموعة من القصائد وحافظين على بعض الشعراء، لكن ما عرفناش منين نبدأ. أنا في واحد القصيدة ونقول ماني شاعر، قال هم نجي محتوم بعد نرجعوا لها، قلت نودع للأسد عنا رايح معناتها ماني شاعر. وفي قصيدة أخرى يقول ماني شاعر، قال موجة الدينا وتجيني في وقت الفرح والأحزان. نروحوا قصيدة صدام حسين الله يرحمه، مادام يهمنا كاع. في آخر التسعين كنا سكانين برا هنا، وكنت نتبع في الحدث تاع الخليج تاع صدام حسين والحلفاء والأمريكان وكذا. المهم ليلة 17 جانفي رقدت، عاد بالي كي نعود نبات نعس انا ما يضربوش الحلفاء. في ذيك الليله رقدت، كيف طنت شفت منام، شفتهم يضربوا، رحت بالبوست نلقاها صحيح كما شفت كما كان. قعدنا يوم ولا يومين ودرت واحد الجمله، قلت له الصحافه ينشروا لنا الاخبار، كل يوم تجيب خبر تعود فيه. اخير التسعين اتجهت الانظار للخليج تراقبوا وتعاني فيه، بعد المجهودات بدلتها الاقطار باه تصلح الغلط ولا تداويه، لكن جورج بوش ما عندوش افكار، من يرفع راسه يحب يهبط فيه، لانه عنده احبابه في انتظار. فهد واسرائيل ومبارك اخيه، فهد هز الميكرو وبدا صفار باسم الامريكان والرب مخليه. قال لهم وين الامريكان واخواني كفار، ما تنسى الاسطول بالك تخليه، لان الانجليز تجيب طيارات كبار كي تدخل في الحرب لازم تنجح فيه. قال لهم جانا حافظ جاب مصر جيوش كبار، المغرب شكيناه راني فارع بيه، والناس اللي خالفوا ما هم حضار، هذا الشعب خلاص من بيتين فيه. بكري كان البيت يحرم على الكفار، ذروك حللناه ويا حجوا فيه. قال لهم ذي الحفل فيها فخار كبار، والجار على جار مولاهم موصيه.
قال لهم ذا الحفل فيها فخار كبار، والجار على الجار مولاهم وصيه، داير شاش وشاد وخيط النوار، والبرنوس مضروم ما ولاقيه. أما من بغداد تسمع في التكبار، والله تعالى كلمته لا خوف عليه. صدام الحسين فوق بلاده طار، وعلى صوته كل واحد يسمع به. قايل ما نرضاش لا الاستعمار، قايل ما نرضاش لا الاستعمار. أول واحد قالها بالشهود عليه، ما نخضع للضغط، ما نشي مشترار، ما تخلعني قوة القرب وما فيه. ونجاهدكم بالتهليل عم التكبار، وبشعب العراق عندي ثقة فيه. أعلى مزلج كان يخدم في القرار، استولى عنه بوش عاد يسير فيه. مزلج عمل معناتها أعلى مزلج كان يخدم في القرار، استولى عنه بوش عاد يسير فيه. صدرته من قبل قدها قرار، مثل القدس بقى ولا مثال عليه. إلا سلتوا على الكويت بلاد يسار، واللي عنده حق لازم يرجع ليه. شرطي علم خراج ما فيه اختيار، نخرج حتى القدس يرجع لمواليه. فرضوا عنه حظر في جو البحار، باش الشر يخرجوه والموت تجيه. قالوا هذا قوته راحت تدمار، و15 جان فيما يبقى فيه. كثر قيل وقال في الفترة ذيك، كثر قيل وقال، واختلفت الانظار. مازال العراق رافض واخوانيه، والعاقل يوم الخميس تغير حار. قالوا دمرناه شي ما بقي فيه. وبقى هذا القول حتى نص نهار تاع ودمرناه، وبقى هذا القول حتى نص نهار. ثم جاء خبر العرب وسمعنا ليه. مدافع شعب العراق تمد النار، من يقربهم ما يولي لهم واليه. صاروخ الحسين في لونه يخضر يعود من يدير، صاروخ الحسين في لونه يخضر. ضابط روحه ظن طال الحال عليه. يوم السبت يجيه ضابط من الكبار وانطق له وقال له همك تفجيه. الطريق خط ستيلو عنها طار، يخدم لكم الخريطه. الطريق خط ستيلو عنها طار، قاصد هدف وعارف راه يعانيه. والعباس خلاص هذول الافكار بن فاطمه يلعبوا النوافيه. وانطلقوا عده صحابه ناس كبار، من لقاهم دا خدار وقع لهيه. واسرائيل خلاص عيشوا راها مرار، الضيف اللي جا خرجوا عينيه. قال لهم شايف منام بلا تفسر، وقيل هذا منامي راني فيه. عنده سنوات يحفر في الابوار، البير التالي يحفر ويطيح عليه. من عرض الشهيد وبلاد الثوار، مسيرات عن العراق تعيد فيه. والرئيس الشادلي الله يرحمه ذاك الوقت، والرئيس الشادلي قايل بجهار، هذا الحرب جهاد للامه تشتيه. يا ربي بجاه نبيك المختار، واللي يشتد الدين واللي يتبع ليه. بجاه القرآن حساب وأسوار، قد كتوب معلفة ممنوعة بيه. قد الواحد قراوها الأولاد صغار، هذا خاتم ذاك الاستعبادي فيه. قد الورقة النايضة ما فوق الجار، حتى الورقة الطايحة محسوبة فيه. قد جبال الملك وما فيه حجار، واللي تصلح للسكن والبني يجيه. واللي نصر الدين تجعل له طيار، أبابيل ترسلوا دينك يحميه. صدام الحسين جاب لنا الأفخار، يرجع فيك التاولة حد يراجيه. والشاعر مازال ما تم، قال لهم راهم يولوا في 2007 والشاعر مازال ما تم المشوار حتى ينهى الحرب ويكمل ما فيه. يسكن ظهر التامسة ببعض الأمتار، عند الجب معاشر ولا مساميه. والصلاة على الحبيب المختار قد شفيعنا. شكرا. المجلس هذا وين ثاني يزيد ربي يحفظك ان شاء الله. بعد في الله بارك فيه. دور عليه. بايع ربنا طالب هذه اللي راه يجيبها طالب منهم. راك شوقتنا كيمات جبنا بيتين نكملوهم. ولا واش تفضل اعطيك، خليه يكمل الابيات. في البيت اللي ما قبل الاخر قال لهم الشاعر مازال تم المشوار حتى ينهى الحرب ويكمل فيه. قال لهم الحرب ما انتهتش في 2007 ولا وليه. مانيش حافظها 4 بيوت برك ولا 5. نهار العيد ذبحوا صدام حسين كما شفتوا سمعتوها. يقول يوم العيد يكون فرحه للاسلام. التقاتلات بدلت مش كما قبل. يوم العيد يكون فرحه للاسلام، مده من زمان عرفناها. ويكون السماع حتى عض اللام، هذه سنتنا احنا تبعناها. ذروة قدار الظهر وتعكست الايام. شوف العيد كفاه الخاطره جاها. شاو نهار وخيل عليه الظلام، جانا قاسي عن جوع وبكاها. سموه اسماعيل يا جمله الاسلام، سنه ابراهيم لينا خلاها. القاتل الكفار والميت صدام، ما صدقنا ما فهمنا معناها. كان يدير الرعب في صف الظلام، شربهم كاس المرار وشفناها. والمسلم كي يذكروا التصحى قيام عادت عاده للسجاعه درناها. الا قال لك راني صدام معناتها راني سجيع. والمسلم كي يذكروا تصحى قيام عاده للسجاعه درناها. اضوى عنا ذي القمر قدها نعام، وتمسى عنا الظلمه خلاها. حتى لحظه الاخرى فينا علام نشد الكتاب في السجاعه باه نعرف معناها.
هو ربي يرحمه بطل الإسلام وشهادة فاز بها ودها، خلى وصمة عار في عنق الإسلام، واللي سارع من أمريكا واشتاها، وإسرائيل يسيروا فينا بأحكام بنت أمريكا في السنة دللناها. عبد القادر لان ما نفتش تلام، بغداد تناديك واسمع لقاها، كانت تخفي ضرها قداه نعام هذا الخطر أزرق زاد مكواها، وتنادي بالصوت ما باش الشاعر يقول أنا اللي قلت، بغداد هي اللي قالت، وتنادي بالصوت عالي على الحكام في 2007. شوف ورهنا تنادي بالصوت عالي على الحكام لما جاتوا دالتو يستناها في لجان، وتنادي بالصوت عالي على الحكام لما جاتوا دالتو يستناها، نتحاكم قدام ربي يا ظلام لا طيارة لأمريكا تلقاها، راني وحدي ناقل المحنة وسقام، ولا معايا كينا قسمناها، راح يفوت الدهر بالليالي ويام وتكمل الأعمار وجيال عماها، والشعار أنا إذا حتى بخيام نعطي الطيور الدور تلقى بلقاها، وهذا واحد عامري صاحب صدام بن يحيى من تامسة جاب لقاها، نختم قولي بالصلاة عمد تمام واستغفر الله راح تلقاها. الله يحفظكم بارك الله فيكم. نزول عند رقبة الجميع بزعمانة شعارهم. شوف ربي يجازيك ان شاء الله. سي الحاج يحيى بن يحيى الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك في الجميع. راك ذكرتنا ببطولة من بطولات الإسلام، وبطل ورجل شهم من رجالاتها، هذا صدام حسين رحمة الله عليه هو فخر للإسلام والمسلمين، ويكفيه فخرا وشهادة أنه قتله أعداء الإسلام. هذه يعني أكبر شهادة وأكبر حاجة تزيد فينا وتزيدنا شجاعة، أنه هذا الإنسان قتله أعداء الله وقتله أعداء الإسلام وقدموه ضحية في يوم العيد. هذه إهانة للإسلام والمسلمين، ولكن احنا بفضل هذه الرجالات رانا نفخر بالتاريخ نتاعنا، نفخر بالتاريخ، لأنه عمر اللي شدوا قادة الإسلام شدوهم عمرهم لا استكانوا ولا سلموا سيوفهم، دايما يموتوا في الميدان ويموتوا في كما نقولوا في المعركة. ما كانش استسلام. وإحنا عندنا في الإسلام عندنا زوج حوايج لا ثالث لهما، الشهادة أو النصر. الشهادة روح ربي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فايزين بها إن شاء الله. ولا النصر نحروا بلادنا ونعيشوا أحرار. هما يخافوا من الموت، هما عندهم يا الهزيمة يا الموت يخافوا منها، لأنه ما يأمنوش بالآخرة وما يأمنوش بالقبر وما يأمنوش بحدا. هذه واحدة، يخافوا من الموت ويخافوا من الهزيمة. الهزيمة هم كي يخرجوا هم يجوا ظلام ويرجعوا خائنين مذلولين. لهذا يعني دايم مذلولين. والحمد لله الإسلام مازال عزيز ومازال فيه أهله إن شاء الله رافعين الراية نتاعو، وإن شاء الله يعني بلاد الشام ربي يوحد كلمتها وربي يوحد صفها، وإن شاء الله الجزائر راهي محفوظة برجالاتها. يعني الحمد لله الجزائر راهي قارة، ونفخر بها من أول ما أسست الجزائر إلى يومنا هذا، إلى مستقبلنا ستكون الجزائر دائما واقفة ودائما تكون شوكة في حلق الأعداء. هذه اللي نتكلموا عليها. والجزائر هذه مهما يعني وش يصرى بيناتها، لكن النهار الكبير تتوحد، ونهار اللي تكون تحتاج أبناء هذين تلقاهم. فربي يجازيكم شكرا على هذا الابيات الطيبين، يعني اللي يبقوا ان شاء الله خالدين، هم اللي يسجلوا هذا التاريخ. وان شاء الله شكرا لكم جميعا، وربي يبارك فيكم وربي يحفظكم. الله يعطيك بارك الله فيك. نحمد رب العالمين اللي وصلنا لبيت رب العالمين، واللي جينا لبس علينا وحفظنا، وان شاء الله زرنا ذاك المكان، والحمد لله رب العالمين جماعتنا هم جاونا، والحمد لله رب العالمين جاونا من بعيد ومن قريب، ومرحبا بكم كما يقولوا، ونشكر الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. الله يحفظك. الحاج الخير. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وله. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، الصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا ونبينا وقدوتنا ومخرجنا وظلمات النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعين إلى يوم الدين. نشكر الجماعة، مرحبا بكم مرة ثانية في بلادكم
نشكروا الإمام تاعنا، ربي إن شاء الله يبارك فيه ويقويه ويجعل إن شاء الله الكلمة تاعو مسموعة، ويجعل إن شاء الله يجعل إن شاء الله من أهل الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وإن شاء الله الجماعة ذولاك الله يرحمهم برحمة واسعة، الله يعطيهم خير ما يتمنوا فوق ما يتمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تحل به العقد، تفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرقائب وحسن الخواتم، واستغنى وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محد ونفس معك معلوم لك. اللهم اكرم من اكرمنا، واطعم من اطعمنا، واسقي من سقانا، وكثر الخير الذي وقنا، واعطيه من رجا فوق الرجا، واجعل له من كل ذي مخرجا، واغسل عليه من حلال الغوت، وارحمه يا ربنا بعد الموت. سعي لي وليداته وجماعته جمع المبارك من الدنيا والاخره، يصرف عنا وعن شر الدنيا والاخره، الستر عن شر الشافع الدافع نافع رافع عن شر، اجعلها صالح حجابا احياء وسلطا الاموات. اللهم لا تدع في مجمع عنا هدبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا جاهلا الا علمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك الرضا والصلاح الا قضيتها ويسرها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مبارك مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم اجعل فينا ولا منا ولا معنا شاقين ولا محروما. كلمه للجماعه. سي عبد القادر. يقول يا سلطان الحق مولانا، وهذا المشعل اللي ذقبت فيه الهموم اتصلت عنا، والمؤمن تكون في عونيه. 7 سنين ونص وخاوتنا تفناه، غير ذاك هنا وذاك الهيه. ربي في الكتاب بصانا، لا تخدع اخيك لا تهذيه. الله يلعنكم يا الخونه، ودين المصطفى لعبتوا بيه. ماكم لا من هيه لا من ناو، وين نقص اللي تهضروا ليه. في كل ليله يبات في شحناه، وين نهار يطلع عليه. وفي كل يوم يجي يبطل زيناه، غير فلان فلان ما قاشيه. ربي في الكتاب بصانا، لا تخدع اخيك لتأذيه. الله يحفظك. اللهم يسامحك. أمر. أنا ما عندك، أنا بالحقيقة الحاج علي فهرة عاجبني، وجماعته هذه الشيء اللي راه جاملهم هم المحبة. ان شاء الله يا رب. هذه اللي كما نقولوا راها تطلع لنا المورال. والله كي تلقى يعني جماعة جاية من تامس، وين راهي تامس؟ مريت المسيلة. لا درهم، لا دينار، لا تجارة، لا جايين ماكم جايين لا تبيعوا لا تشروا، ما كان والو. المحبة الإلهية هي التي جمعتنا حركتكم وجابتكم لافلو. هذه المحبة هي اللي المولى تبارك وتعالى ودوا سبحانه وتعالى يقول أين المتحابين بجلاله تدخلوا في ظل الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه الشيء اللي راه أسعدني وما شاء الله. الله يجعل هذه المحبة إن شاء الله دائما تبقى، دائما تبقى إن شاء الله ذرية الذراري ان شاء الله يا رب. هذه اللي حبيت ربي ينوركم ان شاء الله كما جيتوا ان شاء الله في الامان والضمان. ان شاء الله ربي يديكم في الامان والضمان، وربي يوفقكم، وربي يحفظ اللي ما جاش ثاني المير نتاعكم. اللهم امين. رئيس البلديه هذاك ثاني بلغوا له السلام الحار جدا جدا، وقول له ارواح مرحبا وسهلا. قول له راه الاغواط كامله الولايه ولايه تافل المنتدبه راه طرح ديار، راه عندك ديار هنا ان شاء الله. مرحبا وسهلا بكم بضيافكم. اللي عارفين انتم دركا راكم مش ضياف، انتم دركا راكم ضيف، وانتم تعرضوا. ضيفنا من وفات، انتم تعرضوا هنا، ضيفنا من وفات وعرضنا. ايوا تعرضوا هنا فياف، تعرضوا في دياركم، هذو راهم دياركم. كي واحد يكلمكم قال فياف، لو نعم راني ساكن فياف. انت راك ساكن في تامس بصح راك ساكن فياف. الله. سي ابراهيم بن عيطر. وما ننساوش ثاني البث صاحب القناه سي ابراهيم، الله ينوره ان شاء الله، ربي يحفظه وربي يستره ويسجيه وينجيه ويجعل هذه القناه ان شاء الله دائما واقفه. والحاج ثاني الحاج عمر ربي يحفظه ان شاء الله ويسجيه، ربي ان شااء الله يوفق كاع البلديه تاعكم ان شاء الله. نتمنوا لها الازدهار. تلقاو لك الجزائر هذو ربي يحفظهم ان شاء الله. يا خير تكلم، حنا ما درناها والله ربي يحفظهم. حنا ما درناها. تلقاو لي بن عيطر ابراهيم، وسي بن يحيى، وسي الاخضر،
وسي جاوك للمطار. والله غفت زايد الوحده تاع الليل. الله اكبر. احنا ما جيناكش والله كنا نستناو به حتى يوصل له. ربي يحفظك. امين. راه تبقى علبه تاعك. اليوم انا جينا مبكرين خونا علي الحاج علي راح مامد عوايل العدو وبنخرج من الارمي. رانا جينا خونا اليوم الحمد لله في السلامه. لقينا جماعه هنا طيبين كاع وعلماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتواجد في هذا الدار المبروك ان شاء الله في هذا اليوم المبروك مع هذه الجماعه المباركه ان شاء الله. امين. معنا امام القريه، معنا ممثل شؤون الدينيه الولايه القواط وما ادراك ما ولايه القواط سي احمد الريقي. حساب كما سمعت سبق لنا نتلاقينا معه في مناسبات اخرى، واليوم هاو كتب المكتوب وجانا. جينا في زياره للاخ علي معيزي لحاجتين، وهما قدومه من البقاع المقدسه مع وليداته، وخروج وليده من الخدمه الوطنيه انهاها بالتمام ان شاء الله. ان شاء الله دلنتريت ولا تقاعد كما يقولوا، تقاعد كما يقولوا. ان شاء الله الايام اللي بقاو له يكملهم بالصحه والعافيه. ان شاء الله يبني ثاني بيت ويبني محل، وان شاء الله نزيدوا نضيفوه هو يكون خليفه للحاج علي ان شاء الله. ان شاء الله يحفظ ربي يجعلنا متحابين في الله. الشيخ ابراهيم صاحب القناه بالعيطر راه ثاني يبث فيها، وراه ان شاء الله كل ما تزيد تتبث كل ما يزيد عندنا الاجر. احنا وصاحب القناه والائمه والكبار انتوا عافلوا راهم ولاو دارنا. ربي يجعلنا متحابين في الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.